والله المهم نزلت قضبت الراتب وفرحانه فيه، بدي اروح اجيب اغراض للبيت اول الشهر هيك يعني عشان اقول انه انا استلمت الراتب يا جماعه. تمام. شوفوني انا مستلمه الراتب. وفجاه وانا ماشيه بالطريق وانه وحده وضعها يبكي الحجر. اجت المهم البنت شوي تانية مرة كبيرة بالعمر وتبكي وحرقت قلبي وحياط ومصحف، صرت شوي تانية ابكي معها. قلت شو مالك؟ وشوي تانية نزلت على اجري وشوي على ايدي. يا بنت الناس فاهمين شو صاير معك؟ يا والله وضعها تعبان كثير، يعني صحيح وضعي تعبان طلع اكثر منه. قلت يا اختي انا بدي مني ينطيني لاعطيك، يعني بصراحة ما معي لاعطيكي. قالت لي والله ابني بين الحياة والموت، يعني بده هالمبلغ لحتى يساعده. قديش كان المبلغ؟ صراحة أنا ما كنت قدرتي فيه، كان 500,000. قلت يا أختي والله أنا راتبي كله 200، من أين أجيب لك 500؟ وصارت تترجاني وتبكي شوي ثاني، وأنا بآخر شيء بكيت معاها. هو كثر ما بكت ونزلت على إيدي تبكي. اجيت قلت لها يا أختي يا أمي لا تبكي، هاي بلكي الله يفرج عليكي، يفرج عليكي، خذي هال200. اعطيتيها راتبك كله؟ والله العظيم أعطيتها ال200. شو بدي أساوي؟ بكتني يا أخي والله العظيم. أنت لو شفت حرقة قلبها وابنها وحيدها ما عندها غيره، من كثر ما بكت. اعطيتها ال200. اجيت المهم رجعت على البيت، اهلي ناطرين الاغراض اللي بدي اجيب لهم اياها، يعني المونه وهيك والاكل يعني. اجيت حكيت لهم والله الراتب بصراحه انسرق مني، ما بعرف هيك تفركشت بالجزدان وفجاه راح ما لقيتي؟ ما لقيته. مشان ما تحكي لهم شو صار معك. بخاف ردة فعلا بيقلعوني، يعني انه بيعصبوا علي انه ليش اعطيتي الراتب، نحن بامس الحاجه اكثر منها. هم ما عرفوا انه هي ترجتني كثير وصارت تبكي، انه هي ابنها وحيده غالي عليها. اجيت بس الله عوضني. كيف؟ الله والله العظيم الله عوضني، الله ما عنده غير كل كويس ومنيح. ايه والله. والله العظيم. اجيت رجعت ثاني يوم على الدوام، بعد يومين رجعت على الدوام. فجأة واني لقيت اكياس ميس، مو اكياس ميس، جبتين مصاري. وين لقيتيهم؟ لقيتهم بالارض. تمام. انا ماشيه بالطريق، انا فكرتهم اكياس ميس، او بالاحرى ما فكرتهم اول شيء، حتى تاكدت منه لما لمستهم. اجيت والله انه المصاري مبين عليهم جداد، مبين طيب. عليهم جداد. اجيت المهم حطيتهم بشنطتي ورحت كملت دوامي. قديش المصاري؟ بصراحه مليون. مليون ليرة؟ مليون بصراحه. طيب. اجيت نشرت على الفيس قلت يلي مضيع له مصاري الا من يهم لهم، او اللي مضيع مصاري بيحاكيني ويتواصل معي على الرقم، بس بشرط اللي ضايع له مصاري مبلغ مالي، بس بشرط يعطيني علامه انه هو له المصاري، يعني هو اكيد كتار اللي يقولوا الي مصاري والي مصاري. صح. يعني كتار. انا هلا براسي شغله انك رغم انت كنت كثير بحاجه وما اخذتيهم. اكيد حتى الله ما بيني وبين الحرام، لا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. انا صحيح اعطيت ال200 بس الله اعطاني المليون، بس نفس الوقت ما رضيت اكل هالحرام. هي اكيد اللي مضيعهن يبكي عليها. صح. يبكي عليهن لانه هو له. طيب شو صار هون؟ جيت نشرت على الفيس قلت اللي مضيع مصاري يتواصل معايا على الخاص او يتواصل معي هذا الرقم، بس بشرط ارجع له اياه بس يعطيني علامه. طيب. فجأة طلعت البنت لمرة كبيرة بالعمر. طيب. عباب بنايتها اللي وقعت المصاري. طيب. قلت لها طيب اذا انا بدي اصدقك وارجع لك اياهم، طيب شو العلامة اللي حتى اعرف انه انت اللي صادق؟ انا مصدقيتك بس بدي علامة انا ارجع لك اياهم. قالت لي العلامة انه انا هلا سحبتهم من البنك والارقام بتسلسل ورا بعضها. ارقام المصاري متسلسلة؟ متسلسل والله العظيم. هيك اقتنعت بالجواب بصراحة. طيب. لو اعطتني انه مصاري مثلا المصاري قديمة جديدة، مثلا المصاري انه بس اعطيتك دليل 100%. 100%. لو قالت لي مثلا مصاري جديدة ما حصدقها. صح. بصراحة. صح. واذا اعطتني قالت لي مصاري مثلا قديمة ما حصدقها كمان. بس يوم قالت لي انه المصاري متسلسلة بالتسلسل تبع نفس البنك، هون اقتنعت بكلامها. طيب. والله يا امي هي الك، وانا بس هي الك، الله بعثني الك لاعطيك اياهم، وسامحيني اذا انا. هي الحادثة صارت ثاني يوم من يوم اعطيت المرة ال200,000 يوم تفرجت على ابنها اللي سوى عملية لأنه. طيب المهم بعدين اعطيتيها المصاري لهي. اجت صدقتها انا وهي صدقتها، قلت لها يا اختي سامحينا، وهي قالت لي شكرا لك والله يجبر بخاطرك انه انت صادقه امين انه رجعتي لي اياهم. تمام. اجت شوف الله كبير يا ابني. اي والله. اي والله. انت هاي الموقع لا يصدق. اجت شو قالت لي مكافاه لك ومصداقيا لامانتك ولصدقك ولطيب قلبك، او بالاحرى لنشامتك. ايوه الك نص المبلغ. قلت كيف يعني؟ قالت لي نص المبلغ. قلت هذا الرقم مو سهل. قالت لي شو؟ قلت هذا مليون.
قالت لي شو نص المليون؟ قلت لها 5. قال شو يعني؟ قلت لها يعني 500. قالت لي هي مني إلك. اجت اعطتني 500,000. ثاني يوم انت دفعتي 200,000. لا دفعت 200، الله رجع لي 500. لا اله الا الله، قسما بالله اشعر بدني. والله انا بصراحه صرت ابكي. يا الله. روقي روقي روقي، الحمد لله على كل شيء. يعني الواحد بس بدي اعرف انا شو في احلى من هيك. والله هيك شعر بدني انا من انا انه الله شلون اختبر ايماني واعطيته، فرجت عليه. اذا الله اعطاني قال لي مو انت كويسه لما انا احسن منك، يعني هاي طبعا 500. طبعا، الله احسن من الجميع. انا اعطيته 200 اعطتني اياها 500 يعني. الحمد لله الحمد لله. روقي روقي، شو بدك احلى من هيك؟ في واحد يصير معه هيك موقف لسه بيبكي. بدك لا هيك شعر بدني على موقف ما يصدق يعني. انا انبسطت كثير لانه هيك صار. والله العظيم موقف يعني بالعقل ما بينحكى. لو يمكن يوم اللي اعطيتها المره اللي 200 المره يمكن دعت لي هالدعوه، الله يسر ناس لناس. صح سخر صح ناس 100%. انه المره اللي هي طالعه على بيتها وقع المصريات بالارض، واجيت انا بالصدفه وانا طالعه رايحه على شغلي واني لقيتهم بالارض المصريات. انا سعيد جدا باني قابلت حدا مثلك. الله يجبر بخاطرك، وانا سعيده اسعد كمان والله العظيم. كلك ذوق.